وعليكم يا أحلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة جايبالكم قصة أحداثها حقيقية وحصلت بالفعل. بس في الأول نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعي يا رسول الله. وما ننساش اللايك يا حبايب قلبي. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدأ حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي عايدة وعندي 50 سنة. أنا ست مريضة مرض مزمن ومش بقدر أقوم من السرير أبدا، وعندي تبول لا إرادي زي الأطفال بالظبط. لكن أنا مخلفة بنت واحدة ومتجوزة. وفي يوم من الأيام أخويا اتصل ببنتي وقال لها بقولك ايه يا نسمة، انتي لازم تيجي وتاخد امك من عندي. انا مراتي خلاص مش قادرة تستحملها اكتر من كده. طيب يا خالي هي هتيجي تقعد عندي فين بس؟ ما انت عارف ان جوزي ماهيته بتكفينا بالعافية. يعني انا مش حمل مصاريف ولا مصاريف امي وطلباتها. وانا ماليش دعوة، انتي لازم تيجي وتاخد امك من عندي بدل ما والله ارميهالك في الشارع وانتي حرة بقى. يلا سلام يا اختي. واخويا اللي قفل مع نسمة بنتي وقعدت تكلم نفسها وتقول يا دي الورطة اللي انا فيها، اعمل ايه بس يا ربي؟ ده انا لو قلت لابراهيم جوزي مش عارفة هيعمل معايا ايه. يا ترى هيوافق ولا لا؟ ربنا يسترها بقى، ولما يرجع من الشغل هقوله واشوف رد فعله ايه. واول ما جه الليل ابراهيم جوز بنتي رجع على البيت، وكانت نسمة قاعدة في الصالة وقالت له حمدلله على سلامتك يا حبيبي، لما ادخل بقى احضر لك العشاء على طول. وفعلا نسمة خدت بعضها ودخلت على المطبخ وحضرت له الاكل. وهم قاعدين على السفرة قالت له بقول لك ايه يا ابراهيم، انا كنت عايزه اطلب منك طلب، بس بالله عليك ما تتعصب يا اخويا من اللي انا هقولهولك. خير يا رب، اتفضلي ارغي يا ست نسمة، عايزة ايه؟ يا لهوي، هو انت بتتعصب عليا قبل ما احكي لك؟ امال لو انا قلت لك على اللي انا عايزاه هتعمل فيا ايه؟ اللهم طولك يا روح، ما تخلصي يا ولية انتي وتقولي في ايه بالظبط، وتخلي ليلتك دي تعدي على خير. انا اصلا جاي من بره ومش طايق نفسي. يا خبر، ملك يا ابراهيم في ايه؟ هو في مشكلة عندك في الشغل؟ يا ستي، في مشاكل متلتلة فوق دماغي ومخلياني مش طايق نفسي. اخلصي بقى وهاتي اللي عندك بدل ما اقلب عليك انت كمان. حاضر حاضر يا اخويا، هقولك اهو وامر لله. النهارده خالي اتصل بيا وقال لي ان لازم اروح اخد امي من هناك عشان مراته مش طايقاها ابدا وعايزه ترميها في الشارع. وقال لي لو انا ما روحتش اخدتها من عنده بكره هيرموها في الشارع يا ابراهيم، وانا مش عارفه اعمل ايه ولا حتى اتصرف ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله. هو في اخ في الدنيا يعمل كده في اخته؟ تصدقي بايه ان خالك ده واحد ناطع وما عندوش اي احساس، وعمره ما هيكسب في حياته ابدا عشان عايز يرمي اخته في الشارع. هنعمل ايه بقى يا ابراهيم؟ نصيبها تقع في اخ جاحد بالشكل ده. خلاص بكرة تروحي عنده وتجيب امك من عنده وتقعد معانا هنا في الشقة دي، مهما كانت برضو امك يا نسمة ولازم تراعيها في اخر ايامها. ان شاء الله يخليك يا ابراهيم، ربنا يسعدك دنيا واخرة. لما ادخل اكلم خالي من جوه واقول له على اللي انت قلتهولي. ودخلت نسمة على اوضتها واتصلت بخالها وقالت له الو، ايوه يا خالي، انا خلاص هجيلك بكرة واخد امي من عندك. انا بعرفك اهو عشان لو اتأخرت عليكم شوية اوعى مراتك تقلب عقلها وترمي امي في الشارع، عشان والله لا خلي يومها مش هيعدي على خير ابدا. ماشي يا نسمة، هستناكي تيجي تاخديها من عندي. بس انا عندي سؤال محيرني كده يا خالي، هو انت ومراتك ليه فجأة كده قررتوا تسيب امي وتخليني اجي اخدها من عندك، مع انك يعني انت اللي كنت طالب ان هي تفضل عندك على طول؟
ده بعد طبعا ما ضحكت على عقلها واكلت عليها ورثها في البيت اللي انت قاعد فيه. ودلوقتي بقى ايه اللي حصل؟ الفلوس بتاعت امي خلصت ولا ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنت انتي؟ هو انت نسيتي ان انت واخده حق امك في البيت على داير مليم واديتيهم لجوزك يعمل المشروع اللي هو عايزه، وشوية الفلوس اللي انت سبتيهم لامك انا حطيتهم في البوسطة باسمها. انت فعلا حطيت الفلوس في البوسطة واخدت الباقي في جيبك. هو انت فاكرني هبلة ولا عبيطة يا خالي؟ لا، ده انا مفتحة على الاخر وعارفة كل حاجة. بقولك ايه يا نسمة، امك دلوقتي تعبانة جدا ومراتي ما بقتش حمل خدمتها، خديها من عندي واخدميها انت، يلا سلام. وقفل اخويا معاها التليفون، ومراته اللي كانت قاعدة جنبه وقالت له انا نفسي افهم انت ليه ما قلتش للبت دي على تدهور حالة امها عشان تعرف اللي فيها ومحدش هيقدر يستحمله حتى بنتها بذات نفسها. ما كانش ينفع اقول لها اي حاجة يا صباح، عشان لو عرفت مش بعيد ابدا تقولي وانا مالي يا خالي وماليش دعوة بيها ومش هاخدها تقعد عندي، اصل انا عارف البت دي كويس قوي، بنت سو. هو انت هتقولي عليها يا فتحي؟ ده انا عارفاها كويس قوي، ده عليها لسان تتحزم وترقص بيه. فاكر لما جت هنا يوم ما كانت عايزة ورث امها عملت فينا ايه؟ يا صباح، والا فاكر. وفتح اخويا اللي افتكر يوم ما نسمة بنتي جات له عنده وقال لها انا جبتك النهارده يا نسمة عشان اقولك ان انا هبيع نص البيت بما فيه شقة امك، انتي عارفة بقى انها من ورث ابونا الله يرحمه وانا هدفع لامك حقها. طيب يا خالي، وانت بقى لما تبيع الشقة بتاعت امي هتروح فين بقى ان شاء الله؟ امك هتقعد في شقتي هنا معززة مكرمة واشيلها فوق دماغي من فوق. طيب يا ماما، انتي موافقة على الكلام اللي بيقوله خالي ده؟ وانا بصيت لها وقلت لها اللي يشوفوا خالك صح يا بنتي يعمله، وهو هو غلبان ومحتاج الفلوس عشان يوضب شقة ابنه اللي هيتجوز فيها ان شاء الله. هو يعني عشان عايز يوضب شقة ابنه يخرجك من شقتك يا ماما؟ بقولك ايه، يا ريت تبطلي السذاجة والطيبة اللي انت فيها دي. ده عايز يبيع شقتك يا ماما اللي قوياكي، قوليلي بس هتروحي فين؟ ما خالك قالك اهو يا بنتي ان انا هقعد معاهم في شقتهم، هو خالك يعني هيرميني في الشارع لا سمح الله؟ ايوه طبعا يا ماما، ويعمل فيكي اكتر من كده كمان، بس انت لما تبيعي شقتك وتسلمي له دقنك بالشكل ده. عيب يا نسمة الكلام ده، وبعدين صاحبة الشأن موافقة، يبقى يا ريت انت تسكتي وتحطي لسانك جوه بقك. طيب، هو انا ليا كام بقى في الليلة دي كلها يا خالي؟ وفي الوقت ده خرجت صباح مراته من جوه وقالت وهو خالك ماله بقى يختي بالليلة دي كلها؟ امك هتاخد حقها واصطفيوا انتوا الاتنين مع بعض. اسكت انت يا صباح، ويا ريت ما تتكلميش خالص عشان انت عارفاني كويس قوي، لساني طويل وممكن اعمل معاكي ايه كويس قوي. هو انا كنت اتكلمت ولا قلت حاجة؟ انا بقولك امك قاعدة عندك اهي واتفقي معاها وتاخدي منها الفلوس اللي انت عايزاها. ما خلاص بقى يا صباح، ما احنا بنتكلم اهو. انا بقولك اهو يا نسمة، امك هيطلع لها مبلغ حلو قوي من شقتها وهتاخد الفلوس. تمام؟ ماشي يا خالي، اتفقنا، بس البيع مش هيتم غير لما اكون انا موجودة، مفهوم؟ وانت يا ماما اوعي خالي يضحك عليكي ويبيعك الشقة من غير ما تبعتيلي. حاضر يا بنتي، هبعتلك على طول. وفعلا بعدها باعوا الشقة، وانا قعدت من وقتها عند اخويا. وفتحي اللي رجع من تفكيره تاني وقال عايدة اختي دي طول عمرها على نيتها وغلبانة، ولو ما كانش المرض اللي جالها ده جالها كنت خليتها قاعدة معانا هنا في نفس الشقة. ولعلمك يا صباح
انا قلقانة عليها لما تروح عند بنتها نسمة وتعرف حقيقة مرض امها، مش عارف هتعمل فيها ايه. واحنا ملناش دعوة يا فتحي، بنتها اولى بيها يا اخويا. انا تعبت من كتر الخدمة، كل يوم والتاني بنضف من تحتها قد كده. وتاني يوم راحت نسمة لخالها عشان تاخدني من عنده، وقالت له اديني جيت اهو يا خالي. الله، امال ماما فين بقى عشان اخدها وامشي من هنا؟ ادخلي يا نسمة، امك جوه بتلبس في الاوضة. ونسمة اللي دخلت لي الأوضة وقالت لي يلا بينا يا ماما عشان اخدك تقعدي في بيتي. شفتي مش قلتلك اخوكي ده هيبيعك في اول محطة؟ معلش يا نسمة يا بنتي، كتر الف خيره برضه، ما هو كان شايلني هو ومراته طول الفترة اللي فاتت دي. ما هو اخوكي برضه يا ماما، واللي كان بيعمله معاكي ده واجب عليه، انتي بس اللي غلبانة وعلى نيتك يا ماما. وفتح اللي دخل وقال انتي بتقولي لامك ايه يا بت يا نسمة؟ انت عايزة امك تزعل مني ولا ايه؟ بدل ما تقولي كتر خيرك يا خالي، ده انتي بت قليلة الرباية صحيح. بقولك ايه يا خالي، بلاش الشويتين اللي انت بتعملهم عليا دول، انا ما بحبش ابو وشين. مش انت لسه مكلمني امبارح وقلتلي تعالي خد امك من عندي بدل ما صباح مراتي ترميها لك في الشارع؟ وانا اول ما سمعت الكلام ده قعدت اعيط واقول ايه يعني انت اللي قلت كده يا فتحي؟ ليه يا اخويا؟ هو انا كنت حمل تقيل عليكم قوي كده؟ بقولك ايه يا عايدة، انتي عارفة ان انا استحملتك كتير قوي وبالذات في مرضك ده، وبقول كفاية عليا قوي لحد كده وبنتك تشيلك شوية، ولا انت هتفضلي مشغلاني عندك كده بقيت عمرك؟ انا خلاص جبت اخري وتعبت. مرض اللي عند امي يا صباح مش هم شوية سكر وشوية الضغط اللي عندهم، هم دول خلاص بقوا مرض؟ لا يا اختي، انا ما اقصدش ولا سكر ولا حتى ضغط. وفتحي اللي قال الله، ما خلاص بقى يا صباح. بص يا نسمة يا بنتي، امك عندك اهي وانتي اولى برعايتها. ماشي يا خالي، يلا بينا يا ماما نمشي من هنا. واخدتني نسمة بنتي ورحت على بيتها على طول، وقالت لي بصي بقى يا ماما، انت هتقعدي في اوضه الاطفال، ولو احتجتي اي حاجه نادي عليا على طول. حاضر يا نسمة يا بنتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. الا قولي لي صحيح، انت عملتي ايه في موضوع الخلفه ده؟ اهو اديني باخد علاج يا ماما لحد ما اعمل العمليه. ادعيلي بقى بالله عليكي. دعيالك يا بنت قلبي في الارض وفي السما، ربنا هيكرمك ان شاء الله. وسابتني نسمة ودخلت على المطبخ على طول. وفي اخر اليوم رجع ابراهيم من الشغل، ونسمة قالت له انا جبت امي النهاردة من عند خالي يا ابراهيم عشان تقعد عندنا. ده خالي ده طلع انسان واطي قوي. وماله يا نسمة، امك تنور الدنيا كلها واشيلها فوق دماغي من فوق. وبعدين ازاي خالك كان عايز يرميها في الشارع؟ ده راجل عر قوي. يلا انا داخل اسلم عليها جوه. ولقيت ابراهيم دخل عليا وقال لي ازيك يا حماتي، منوره البيت كله والله. ربنا يخليك يا ابراهيم يا ابني، معلش بقى ان انا هتقل عليكم اليومين دول. ما تقوليش كده يا حماتي، اما شالتكيش الارض اشيلك فوق دماغي من فوق. تسلم من كل شر يا ابني، ويجعله عامر بحسك دايما. ودخلت نسمة علينا وقال لها اوعي تزعل امك يا نسمة، ولا حتى تخليها تشتكي منك، فاهمة؟ ونسمة بنتي كانت بتخاف من جوزها ابراهيم جدا، وردت عليه وقالت له ازعلها ايه بس يا ابراهيم؟ معقولة الكلام ده؟ دي امي برضو. طيب يا حماتي، يلا تعالي اقعدي معانا برا نتعشى كلنا مع بعض. وخرجنا وقعدنا اكلنا مع بعض، وانا قلت لهم انا هدخل انام بقى يا ولاد، يلا تصبحوا على خير. وانتي من اهله يا حماتي. وانا سبتهم ودخلت على جوه. وابراهيم اللي قرب من نسمة وقال لها بصوت واطي بقولك ايه يا نسمة،
يا ريت تخلي بالك من امك قوي، دي ست غلبانة وطيبة، اصلا انا عارفك قوية ومفترية. اخصى عليك يا ابراهيم، ما كنتش انا اخد بالي من امي، مين يعني اللي هياخد باله منها؟ اطمن يا اخويا، انا هقوم بقى اشيل الاكل وادخله المطبخ. ونسمة اللي دخلت المطبخ وقعدت تكلم نفسها وتقول اصلها كانت ناقصاك انت كمان يا ست ماما. وتاني يوم الصبح دخلت نسمة بنتي عشان تصحيني وقالت لي اصحي يا ماما، يلا يا حبيبتي اصحي عشان تفطري وتاخدي العلاج بتاعك، اصل ابراهيم جوزي موصيني عليكي قوي. تصدقي يا نسمة يا بنتي، ابراهيم ده طيب وابن حلال قوي، ربنا يوسع رزقه كمان وكمان. طيب بقولك ايه يا نسمة يا بنتي، روحي شوفي وراكي ايه وانا هقوم وهاتيلي معاكي ملاية سرير عشان اغير السرير ده. وتغيري ملاية السرير ليه بقى ان شاء الله يا ماما؟ ما انا لسه مغيراها امبارح قبل ما تيجي من بره، اكيد يعني ملحقتش تتوسخ. قومي يلا عشان انضفلك السرير. وانا قمت من على السرير وانا مكسوفة من بنتي قوي، ولقيتها قعدت تزعق فيا وقالت يا نهار اسود ومنيل، المية دي كلها اللي على السرير. معلش يا نسمة يا بنتي، اصل انا يعني ما بحسش بنفسي خالص وانا نايمة. يا لهوي يا ماما، هو انت عيلة صغيرة عشان تعملي كده على السرير؟ اصل غصب عني يا بنتي، انا عندي مرض بيخليني ما احسش بنفسي خالص وبعمل كده، والدكتور قال لي قبل كده انه علاجه بيطول حبتين. وانتي بقى ما قلتليش الكلام ده اول ما جيتي عندي ليه يا ست ماما؟ وانا نفسي صعبت عليا قوي من بنتي وقعدت اعيط وقلت لها ما انا يا بنتي خفت لحسن ترميني زي ما خالك كان عايز يرميني، عشان كده سكت ومرضتش اتكلم. واخوكي قليل الاصل ده هو كمان سكت ومرضيش يقولي باللي عندك. انا كده عرفت هما ليه ما كانوش عايزينك في البيت عندهم، كانوا عايزين يرموكي في الشارع عشان القرف اللي انت بتعمليه على السرير. الله يسامحك يا بنتي، الله يسامحني على ايه ولا ايه؟ بس تصدقي انت الرمية ليكي في الشارع كانت احسن برضو، يا ريتهم كانوا رموكي في الشارع. اتنيلي يلا ادخلي الحمام مع بال ما اجيب ملاية واغير استغفر الله العظيم. وخرجت نسمة من الأوضة وراحت تجيب ملاية نظيفة وقالت لي بقولك ايه، انا هغير الملاية دي بس اياكي تقعدي على السرير تاني ولا حتى تنامي عليه، انتي سامعة ولا لا؟ طيب وانا هنام فين بس يا بنتي؟ والله اللي بيحصل فيا ده غصب عني مش بايديا ابدا. وانا مليش فيه، انتي هتنامي على الارض هنا، وياكي ابراهيم يعرف اي حاجة من اللي حصل ده لكن رمياكي بايديا في الشارع، ومش هخلي اي حد يعرف لك طريق ابدا. ونسمة سابتني وخرجت من الأوضة وانا اللي قعدت اعيط وقلت حاضر يا نسمة اللي تشوفيه يا بنتي. وفضلت منهارة من العياط واكلم نفسي واقول كان لازم بنتي تطلع كده عشان كل اللي انا عملته في حماتي زمان. صحيح الدنيا دي دوارة وكاس وداير، واللي احنا بنعمله بنشوفه بعينينا. وانا افتكرت كل اللي عملته في حماتي من 20 سنة. كنت انا قاعدة ببيتي وحماتي قالت لي انا جعانة قوي يا عايدة يا بنتي، ما تجيبيلي اي لقمة كلها، انا ما عنديش غير جبنة قديمة وعيش حاف، اجيب لك رغيف وحتة جبنة وياكي الاقي فتفوتة مرمية على الارض، انتي فاهمة؟ حاضر يا بنتي، انا مش هوقع اي حاجة مني على الارض، بس الحقيني باي لقمة انا جعانة قوي. وانا جبت لها العيش والجبنة وحماتي كانت بتاكل الاكل بالعافية وقالت لي يعني مفيش غير العيش الناشف ده يا بنتي، اصل انا مش عارفه اكله على اسناني خالص، انتي عارفه ان انا ما عنديش سنان للعيش ده.
وانا ما عنديش غير العيش ده يا حماتي. اطفحي بقى وانتي ساكتة، هو انتي هتقرفيني في عيشتي يا وليانتي ولا ايه؟ حاضر يا بنتي، انا هاكله امر لله. وكانت جنبها كوباية فيها مية، وفضلت تبل العيش في المية وتاكله عشان تعرف تبلعه. وانا كنت قاعدة قدامها وحاطة رجل على رجل وبتفرج عليها، وحماتي وقعت شوية مية على الأرض. وفي الوقت ده أنا قمت واتعصبت عليها جدا وقلت: يا نهارك مش معدي النهاردة، ايه يا ولية اللي انتي عملتيه ده؟ وقعت المية على الأرض وانا لسه منضفة الشقة ومسحاها. عقابا ليكي بقى انا هاخد الأكل من قدامك. وفعلا أخدت الأكل من قدامها وقلت لها: مفيش أكل ليك النهاردة، وهتنامي النهاردة من غير أكل. خلاص يا بنتي، حقك عليا، أنا مش هعمل كده تاني، بس اديني الأكل آكل، أنا جعانة أوي يا بنتي. وأنا قلتلك مفيش طفح ليك النهاردة غير لما تتعلمي ازاي تاكلي عدل، وبعد كده عايزة تاكلي هتاكلي قدام الحمام. انت سامعة ولا لأ؟ موافقة يا عايدة، بس الله يخليكي انا ما اكلتش ولا لقمة من امبارح. انا ممكن اقعد اكل في اي مكان، بس اكل الاول. بس انتي مش هتقعدي تاكلي قدام حمام شقتي، انتي هتنزلي تحت في حمام مشترك، اقعدي قدامه وكلي. حاضر يا بنتي، انا هعملك كل اللي انتي عايزاه، بس كل اللي عايزة اقولهولك انه كاس وداير، ولازم تدوقي من اللي انتي عملتيه معايا. بقولك ايه بقى، اهو ابنك خلف البنت وركن على كده وما بقاش ليه في الخلفة تاني، والحمد لله احنا عندنا بيت من بابه، يعني هروح اقعد في شقة ابويا ومش هحتاج لأي حد. بكرة هتشوفي وهتفتكري كلامي دلوقتي. هاتي الأكل يا بنتي. هو انتي فاكرة ان انا هطفحك لقمة بعد الكلام اللي انتي قلتيه ده؟ والله ما في اكل النهاردة. وانا خدت بعضي ودخلت على المطبخ وجبت طبق محشي وفضلت اكل قدامها، وهي بتبصلي وبتعيط على اللي انا بعمله فيها. وانا رجعت من تفكيري من تاني وقعدت اعيط وقلت: الله يرحمك يا حماتي، كل اللي عملته فيكي بيترد فيا أضعاف مضاعفة. فعلا كما تدين تدان، وكله بيترد. وفي الوقت ده نسمة بنتي كانت قاعدة في الصالة، وحماتها خبطت على الباب، ونسمة فتحت وقالت لها: ازيك يا نسمة يا بنتي، عاملة ايه؟ فينك يا بنتي؟ بقالك يومين ما بتنزليش عندي ليه تنضفي الشقة اللي تحت دي؟ الله يسلمك يا حماتي، معلش بقى حقك عليا، انا هنزلك حالا واعملك كل اللي انت عايزاه. الا قوليلي صحيح، هو انت جبت امك تقعد هنا عندك يا نسمة؟ ونسمة بنتي كانت بتخاف من حماتها جدا وقالت لها: ها، ايوه يا حماتي، امي قاعدة جوه في الأوضة، انا جبتها هنا، اصل خالي الله يسامحه بقى هو اللي قال لي تعالي خديها من عندي. وماله يا نسمة، ما هي امك برضو وانتي اولى برعايتها، لما ادخل اسلم عليها بقى. ولقيت حمات بنتي نسمة دخلت عليا الأوضة وقالت لي: ازيك يا ام نسمة، عاملة ايه؟ منورة الدنيا كلها. الله يسلمك يا ام ابراهيم يا حبيبتي، البيت منور باصحابه. الله، انتي ايه اللي مقعدك على الارض يا ام نسمة كده؟ انتي يا بنتي يا نسمة ازاي سايبه امك تقعد على الارض بالشكل ده؟ اصل يعني هي بتحب تقعد على الارض كده يا حماتي، مش كده برضو يا ماما؟ اصل رجليها تملي دايما وجعها على طول ومش بتقدر تقعد على السرير كتير، مش كده برضو يا ماما ولا ايه؟ ما تردي، ساكتة كده ليه؟ وانا خفت منها جدا وقلت: يا ام ابراهيم، اصل انا يا اختي رجليا وجعاني قوي، انتي عارفة الخشونة وعمايلها بتعمل ايه في رجل الواحد. لا، الف سلامة عليكي يا ام نسمة يا حبيبتي، انا هاجي اقعد جنبك على الارض. لا يا حماتي، انا هجيبلك كرسي تقعدي عليه، ولا اقولك اقعدي انتي على السرير واوعي تقعدي على الارض.
لا ما يصحش طبعا يا نسمة، طالما امك قاعدة على الارض انا هقعد جنبها، ما ينفعش ابقى قاعدة على الكرسي وهي قاعدة على الارض. يلا نجري على المطبخ، اعمل لنا حاجة نشربها انا وامك. حاضر حاضر يا حماتي، من عينيا الاتنين يا حبيبتي. ودخلت نسمة على المطبخ وحماتها اللي قربت مني وقالت لي ها احكي لي بقى يا عايدة عاملة ايه؟ تعرفي انت مجيتك هنا كويسة قوي اهو، نقعد مع بعض ونتسلى. تسلمي يا ام ابراهيم يا اختي، انا بقول يعني مش عايزة ابقى تقيلة على بنتي وجوزها اكتر من كده، وكنت قاعدة افكر من شوية اروح اقعد في اي مكان ان شاء الله يكون دار المسنين. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا عايدة؟ انتي قاعدة هنا ببيت بنتك وان ما شالتكيش الارض يا حبيبتي نشيلك فوق راسنا من فوق، اوعي تقولي كده تاني. ربنا يكرمك يا ام ابراهيم، انتي فعلا ست محترمة وبنت اصول. وفي المطبخ نسمة اتصلت بصباح مرات خالها وقالت لها بقى كده يا صباح ما تقوليليش ان امي بتعمل حمام على نفسها على السرير، عشان كده كنت عايزة ترميها في الشارع، منك لله يا صباح. بقولك ايه بقى يا بنتي، يا ريت تتلمي وتلمي لسانك الطويل ده، انا شلت امك وقرفها كتير قوي يا اختي، والدور والباقي عليكي، وهشوف بقى هتستحمليها ازاي. ده انا مش قادرة استحملها يوم واحد، استغفر الله العظيم، اعمل ايه يا ربي في الورطة اللي انا فيها دي؟ خلاص يا حبيبتي ارميها في اي مكان واسكتي خالص، يعني انتي هتغلبي؟ هي كانت امي ولا امك انتي؟ اعملي بقى اللي انتي عايزاه. ما هو لو ما كانش جوزي موصيني عليها كنت رميتها وخلصت منها. بقولك يا صباح اقفلي دلوقتي التليفون يا اختي، يلا في 60 داهية. وصباح اللي قفلت مع نسمة التليفون وقعدت تكلم نفسها وتقول شوفي يا اختي البت وقلة ادبها، الله يكون في عونك يا عايدة معاها. يعني دلوقتي عايدة صعبانة عليكي قوي؟ ما هي كانت قاعدة معانا واحنا كنا مستفيدين بالمعاش بتاعها. يغوري المعاش يا اخويا، ريحة الشقة كانت على طول مكمكمة ومصننة، وانت ما كنتش شامم ريحتها ولا ايه؟ لا يا اختي كنت بشوف فلوسها اللي كانت بتدهن على طول، انا مش عارف اصرف ازاي اليومين دول، مرتبي ما بيكفيش خالص. يا اخويا طلع من تحت البلاطة، ما انا عارفة ان انت معاك فلوس قد كده على قلبك، خليك انت كده حاطة عينيك اللي يتدب فيها رصاصة على القرشين اللي انا محوشهم. بقولك ايه، يا ريت تنسيهم خالص، انت فاهمة ولا لا؟ واخويا فتحي اللي قام وسابها ودخل الأوضة، وفي الوقت ده لقيت نسمة دخلت عليا الأوضة وانا كنت قاعدة على الأرض وبردانة جدا، وقلت لها بالله عليك يا بنتي هاتيلي بطانية تقيلة افرشها تحت مني كده، انتي عارفة ان الجو ساعة قد ايه وانا مش قادرة استحمل. بطانية ايه اللي انتي عايزاني افرشها لك؟ هو انا ناقصة قرف ولا ايه؟ مفيش بطاطين عندي. طيب ارجوك يا بنتي خلينا انام الليلة دي على السرير، ولا اقولك انا مش هنام كتير عشان ما يحصلش معايا كده واغرقلك المرتبة. انتي اصلا هتنامي على البلاط كده عشان الصبح اعرف امسح مكانك كويس قوي، بدل ما تبهدلي لي السجاد، انا مش قادرة انضف كل يوم واغسل سجاد، وكمان الدكتور قايل لي لازم اعمل عملية كمان يومين عشان موضوع الخلفة ده، ولازم اكون مرتاحة قبلها. حاضر يا نسمة يا بنتي، هنام على البلاط زي ما انت عايزة، بس هاتيلي اي حاجة افرشها على الارض ان شاء الله حتى ملاية. ما انا بقولك اهو عايزة ارتاح لي شوية قبل العملية ومش عايزة اغسل وانضف تقوليلي هاتيلي ملاية. انت هتنامي على البلاط كده، انا بقولك اهو. حاضر هنام على البلاط يا بنتي، بس اسمعيها مني نصيحة، اوعي تخلفي اي عيال، يا ريت تخليكي قاعدة من غير خلفة احسن. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا ولية انتي؟ ده بدل ما تدعيلي ان ربنا يكرمني ويبقى عندي عيل واتنين وتلاتة بتقوليلي الكلام ده برضو؟
ايوه بقولك كده، عشان لو خلفتي عيالك هيعملوا فيكي زي ما انتي ما بتعملي فيا بالظبط كده، ويمكن اكتر كمان. فنصيحة مني، بلاش خلفة خالص، اسمعي كلامي. بقولك ايه بقى يا ولية انتي، انا مش عايزة نبر كتير، انا عايزة اخلف ويبقى عندي عيال، ونصايحك دي مش عايزاها يا ستي. ونسمة اللي سابتني وخرجت من الأوضة، وإبراهيم اللي قال: هو في ايه بالظبط يا نسمة؟ صوتك عالي كده ليه؟ انا حاسس ان انتي مش حابة امك تبقى قاعدة معانا هنا، مش عارف ليه. انا برضو يا سي ابراهيم ابدا والله، ربنا اللي يعلم انا بحبها قد ايه. وبصراحة كده بقى، انت عارف موضوع العملية بتاعتي دي، واكيد يعني مش هقدر على خدمتها كتير. يا ريت تحطي في دماغك يا نسمة اللي انت بتعمليه النهاردة ربنا هيجازيكي عليه بكرة. وانا اصلا كنت رافض ان امك تقعد في شقة خالك، وكمان انا كنت عايزة اقبض لها المعاش عشان تقعد هنا بفلوسها وما يكونش حد ليه عندها اي حاجة. تصدق يا سي ابراهيم انا كنت ناسية موضوع المعاش ده خالص. هات الفيزا بتاعت المعاش وانا اصرف لها المعاش كل اول شهر. انت عارف يا اخويا احنا محتاجين مصاريف كتيرة اوي الفترة الجاية. هو انت ايه يا شيخة؟ مفيش فايدة فيكي كده ابدا، عمرك ما هتتغير يا نسمة. واحدة غيرك تقول امي تقعد معايا هنا من غير ما تدفع ولا مليم، اوعي كده من وشي. وفي شقة ام ابراهيم الباب خبط عليها، وكانت بنتها ندى، وقالت لها: ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله يا بنتي، اللي جابك بدري قوي كده. اصل انا اتخانقت مع حماتي يا ماما، شفت الولية المفترية؟ قال ايه؟ عايزة جوزي يجيب هدايا عيد الام لكل حموات بناتها. طيب ادخلي يا ندى وانا هقولك تعملي ايه. ودخلت ندى وقعدت، وامها قالت لها: اسمعيني كويس قوي يا بنتي، لو جوزك معاه فلوس يدفع خليه يجيب، هو حر هو واهله، انت ما تدخليش نفسك ما بينهم. يا ماما مش الفلوس اللي هيدفعها دي بيته اولى بيها ولا ايه؟ يعني انا ينفع اطلع اقول لاخويا ابراهيم عايزه هديه لحماتي؟ كل واحد حر يا بنتي، يعملوا اللي هم عايزينه. وكمان اخوك ابراهيم حماته قاعدة عنده فوق، الله يكون في عونه بقى. مين حماته؟ مين دي اللي قاعدة عنده يا ماما؟ وانتي بقى موافقة على الكلام ده؟ وانا مالي بس يا بنتي، انا ليا شقتي اللي قاعدة فيها وخلاص، كل واحد حر في حياته. اوعي كده يا ماما لما اطلع اشوف صرفة مع الهانم مراته دي. وفي الوقت ده انا كنت قاعدة مع نسمة بنتي في الصالة، وقعدت تزعق وتقول: بقولك ايه بقى، انا خلاص ما بقتش قادرة على القرف كل يوم والتاني، كل يوم اصطبح بريحتك المعفنة دي. منك لله يا شيخة، انت عايشة عشان تقرفيني وبس. وفجأة ندى اخت جوزها دخلت عليها وقالت: جرى ايه يا ست نسمة؟ بقى انت جايبان امك ومقعدها في شقة اخويا وفي خير اخويا؟ على رأي المثل، سكتناله دخل بحماره. انا اسفة والله يا ندى، بس خالي اللي منه لله هو اللي رماهالي وقال لي خديها وقعديها معاكي في شقتك، وانا طبعا قلت لابراهيم وابراهيم موافق. انا بقى ليا كلام تاني مع ابراهيم اخويا، وانا كنت قاعدة بعيط بحرقة وقهر على كل اللي انا فيه، وقلت لها: ازيك يا ندى يا بنتي، عاملة ايه؟ مش كويسة يا اختي، طول ما انتي قاعدة على قلبنا هنا ممكن اعرف ايه اللي جابك عند اخويا اللي من لحمي ودمي رماني، واخويا اللي هو جوز بنتي، وامك كمان رحبوا بوجودي عندهم. بس ما تقلقيش قوي كده يا بنتي، انا هشوف اي دار مسنين واقعد فيها. يا ريت بسرعة يا حبيبتي، عشان احنا مش فاتحينها ملجأ من كل هب ودب يجي يقعد عندنا. يومين 3 بس يا بنتي، وان شاء الله مش هتشوفوني تاني. طيب يكون احسن برضو. وندى اللي فضلت قاعدة معانا لحد ما ابراهيم رجع بالليل، ولما رجع كان تعبان جدا وقال: ايه ده ندى، اهلا يا حبيبتي، انت جيتي امتى؟ ممكن افهم بقى يا ابراهيم انت ازاي موافق
ان حماتك تقعد عندك في شقتك. يعني ايه موافق يا ندى؟ اديكي لسه قايله حماتك، يعني ده مكانها وتنور البيت كله. وبعدين بقى يا ندى، ده بيتي انا، اقعد فيه اللي انا عايزه. واحنا بقى مطلوب مننا نشيل امها كمان ولا ايه؟ يا ريت ما تتكلميش بالاسلوب ده تاني احسن لك يا ندى. ويلا اتفضلي انزلي على تحت، انا عايزه ارتاح شويه، مش ناقص لت وعجن الحريم. تمام يا اخويا، اعمل كل اللي انت عايزه، انا ماشيه. وانا قمت ووقفت وقلت اسمعني كويس يا ابراهيم يا ابني، عشان ما كنش تقيلة عليكم اكتر من كده ومشايلكم هم زيادة عن طاقتكم. انا قررت كمان يومين بالظبط هروح اقعد في اي دار مسنين، وهو ترتاحوا وتعيشوا مبسوطين من غيري. ايه الكلام ده بس يا حماتي؟ ده بيتك قبل ما يكون بيتي، ومفيش حاجة اسمها تروحي دار مسنين واحنا عايشين على ظهر الدنيا. ربنا يكرمك يا ابني ويرزقكم بالذرية الصالحة. ودخل ابراهيم اوضته عشان يغير هدومه، ونسمة اللي قربت مني وقالت اسمعيني بقى يا ولية انتي، الشويتين اللي انت عملتيهم على جوزي من شوية دول عشان يحنلك ما يتعملوش تاني، انت فاهمة؟ وياكي تتكلمي معاه بنص كلمة على اللي بيحصل بيني وبينك. وانا مش هتكلم خالص يا بنتي، اديني اهو قاعدة ساكتة، وعمري ما هخرب عليكي ابدا، وصدقيني قريب قوي هريحك مني. ونسمة اللي بصيت لي بكل قرف وقالت لي يكون احسن، ويلا عشان تطفحي معانا. اطفح معاكو؟ حاضر يا بنتي. ونسمة حضرت الاكل على السفرة، وابراهيم خرج من الاوضة وقعد معانا على السفرة. وعدت الايام والدنيا كانت ماشية، بس برضو نسمة بنتي كانت بتتعامل معايا اسوأ معاملة. وفي يوم من الايام لقيت ابراهيم بيقول لها جرى ايه يا نسمة؟ ما صحيتيش امك ليه تتغدى معانا؟ ما تسيبها نايمة يا اخويا، مش لازم تصحيها يعني دلوقتي. مش لازم ازاي؟ انا هدخل بنفسي اصحيها من النوم. ودخل ابراهيم عليا الاوضة وشافني وانا نايمة على الارض وقال ايه ده؟ ايه اللي منيمها على الارض بالشكل ده؟ وقرب مني وقعد يصحيني وقال حماتي اصحي يا حماتي، اصحي عشان تتغدي معانا. وانا قمت من النوم وكنت مكسوفة ومحرجة منه جدا، لاني كنت عاملة بيبي على الارض. ولقيته قال لي ايه اللي منيمك على الارض كده يا ماما؟ وايه المية اللي على الارض دي كلها؟ وانا بصيت له وما كنتش عارفة ارد واقول له ايه. ولقيت نسمة بنتي داخلة بسرعة وقالت يا لهوي يا ماما، انتي وقعت المية اللي انتي بتشربيها على الارض. ها؟ يا بنتي، وقعت المية من غير ما اقصد، معلش بقى، انا هنضف المكان من ورايا اهو على طول. وابراهيم اللي قام ووقف وقال لي خلاص يا حماتي، انا هخرج بره وهستناكي على السفرة، انا مش هاكل اي لقمة من غيرك. وانتي يا نسمة تعالي ورايا، عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم. حاضر حاضر يا ابراهيم، انا جاية وراك على طول اهو. ودخل ابراهيم على اوضته ونسمة دخلت وراه وقال لها ممكن افهم في ايه بالظبط؟ امك نايمة على الارض ازاي كده يا نسمة؟ وانا عارف كويس قوي نومة الارض دي متعبة قد ايه، وكل ما بتشوفك قدامها بتتوتر في الكلام. ممكن اعرف انت بتعملي لها ايه؟ انا ما عملت لهاش اي حاجة يا اخويا، انا بعمل لها كل اللي هي عايزاه وكل طلباتها مجابة. المية اللي كانت موجودة على الارض دي ما كانتش مية طبيعية ابدا. ممكن اعرف مية ايدي بالظبط؟ بصراحة كده بقى يا ابراهيم، انا هحكي لك على كل حاجة، بس وحياتي عندك ما تتعصب عليا. انا خلاص هعمل العملية بكرة ان شاء الله. امي عندها مرض مزمن بيخليها تعمل تبول لا ارادي وهي مش دريانة بنفسها، وانا والله العظيم ما كنت اعرف اي حاجة عن الموضوع ده. مش المفروض برضو يا هانم تساعد امك لما تبقى في حالة زي دي؟ وقوليلي لما تخلفي عيالك دول هيعملوك ازاي؟ اكيد هيعملوك نفس اللي انتي عملتيه مع امك. يو بقى يا ابراهيم،
انا ما كنتش حابة ابدا ان خالي يرميها لي ابدا، وكمان خبى عليا سر مرضها ده عشان اخدها من عنده، وانا اصلا ماليش دعوة بالحوار ده. انتي خلاص يا نسمة ما بقاش فيكي اي فايدة. المفروض مادام عايزة تخلفي تعامل امك كويس قوي عشان عيالك في المستقبل يعاملوكي كويس برضو. على فكرة بقى يا ابراهيم، انا هربي عيالي احسن تربية، وهعلمهم ازاي يتعاملوا مع امهم كويس قوي ويخافوا عليها. بقولك ايه يا نسمة، يا ريت طريقتك دي تتعدل مع امك وتعملي لها كل اللي هي عايزاه، وتحاولي تخليها ترضى عنك بأي شكل، ده كله إلا رضا الأم عليكي. حاضر حاضر يا إبراهيم، أنا هعمل لك كل اللي أنت عايزه يا أخويا، بس أهم حاجة عندي إن أنت ما تزعلش مني. خلاص ماشي يا نسمة، أنا بكرة إن شاء الله واخد أجازة من الشغل عشان العملية بتاعتك، ولازم أكون واقف معاكي إن شاء الله يا إبراهيم. ادعيلي يا أخويا ربنا يكبر بخاطرنا ويرزقنا بالخلف الصالح. ربنا معانا إن شاء الله يا نسمة وهيرزقنا. وتاني يوم الصبح نسمة وجوزها كانوا رايحين المستشفى عشان العملية، ولقيتها داخلة عليا الأوضة وبتقولي بقولك ايه، انا هعاملك كويس عشان خاطر عيون جوزي مش اكتر، انما انا من ناحيتي مش عايزاكي ولا عايزة اشيل هم اي حد، والوقت اللي مش هيكون موجود فيه في البيت هنسى خالص ان انتي امي، فاهمة ولا لا؟ كتر خيرك يا بنتي. على العموم انا راضية باي حاجة، وربنا يرزقكم ويرزق جوزك يا رب. يا رب يا اختي يا رب. هروح انا بقى عشان اجهز نفسي، لاني خلاص فاضل ساعتين على العملية. ودخلت نسمة الأوضة وصحت إبراهيم من النوم، والاتنين لبسوا، وإبراهيم دخل لي الأوضة وقال لي طبعا حضرتك مش هينفع تيجي معانا على المستشفى عشان ما تتبهدليش، وحضرتك تعبانة بالشكل ده، أنا هبعتلك أمي تقعد معاكي شوية تسليكي لحد ما نرجع من بره. متشكرة جدا يا ابني، كتر ألف خيرك يا ابن الأصول. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل، رضاكي أهم حاجة عندنا. راضية يا ابني راضية، ربنا يرزقكم وتخلفوا بدل العيل 3 يا رب إن شاء الله يا حماتي. ونسمة اللي كانت واقفة وبتبصلي من فوق لتحت وقالت مش يلا بقى يا إبراهيم، احنا كده يا اخويا هنتأخر على المستشفى. وإبراهيم اللي أخد نسمة ونزلوا وراحوا على المستشفى على طول. وأول ما وصلوا نسمة بدأت تجهز وتلبس لبس العمليات، وقالت أنا خايفة أوي يا إبراهيم، خايفة ومرعوبة أوي. ما تخافيش يا حبيبتي، إن شاء الله تقوميلي بألف سلامة والعملية تنجح كمان. يا رب يا رب يا حبيبي. والدكتور اللي دخل عليهم وقال مش هينفع تبقي متوترة بالشكل ده يا مدام، يا ريت تهدي خالص، في كذا حالة قبليكي عملتها وخرجت من هنا زي الأسد وخلفوا بعدها على طول بدل العيل 10. بجد يا دكتور ربنا يطمن قلبك يا رب. وبعد شوية نسمة دخلت أوضة العمليات، وإبراهيم كان قاعد بره وبيدعي لها. وفي الوقت ده لقيت حماد بنتي دخلت عليا وقالت بقولك ايه يا ام نسمة يا اختي، تعالي ندخل نعمل لهم الغدا عشان لما يرجعوا بالسلامة يبقوا فرحانين. بس انا خايفة مد ايديا على حاجات نسمة اللي في المطبخ. يوه دي بنتك يا عايدة، يعني تعملي كل اللي انت عايزاه، قومي بس يلا بينا. وفعلا قمت ودخلت انا وام ابراهيم المطبخ وعملنا اكل وجميع الحلويات. وعدى 3 ساعات والدكتور خرج من اوضه العمليات، وابراهيم اللي جري عليه وقال له طمني يا دكتور بالله عليك، هي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، العمليه كانت صعبه بس نجحت الحمد لله، ونسبة الحمل عالية جدا، يعني كأنها إنسانة طبيعية وممكن تخلف في أي وقت. بجد يا دكتور متشكر جدا. طيب هي هتفوق إمتى؟ هتفوق كمان ساعة بالظبط، وهننقلها على الأوضة بتاعتها. تمام يا دكتور، تسلم إيديك وربنا يكبر بخاطرك. وبعد ساعة نسمة فاقت من البنج وقالت دماغي يا إبراهيم، حاسة بصداع فظيع.
حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. هو الدكتور قالك ايه يا ابراهيم؟ ما تقلقيش، الدكتور طمني خالص وقال لي ان نسبة الحمل عالية جدا وفي امل كبير ان انت تخلفي. بجد يا ابراهيم؟ يعني انا خلاص اخيرا هبقى ام؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، والحمد لله ربنا مش هيضيع تعبنا ابدا. وعلى اخر اليوم نسمة بنتي قدرت تمشي على رجليها، ووصلوا على البيت على طول. ودخل ابراهيم وسمع صوت امه وهي واقفة في المطبخ معايا، ونسمة قالت ايه ده، يا ترى بيعملوا ايه مع بعض جوه؟ ودخلت علينا المطبخ لقيتنا بنرص الاكل وقالت ايه ده كله، ايه ده كله، كل ده اكل؟ ايوه يا بنتي، بمناسبة رجوعك من العملية بألف سلامة، دي حتى عايدة هي اللي عاملة الاكل كله لوحدها. طيب يا حماتي، انا هدخل اغير هدومي واجي اجهز معاكم الاكل. لا، ادخلي انت غيري هدومك يا حبيبتي، واحنا اللي هنجهز الاكل. وابراهيم اللي دخل علينا المطبخ وبس ايدين امه وبس ايديا وقال تسلم ايديكم الحلوين اللي عملت الاكل ده كله. تعرفوا ان انا جعان جدا وما حطيتش في بطني لقمة من الصبح. وهو يا حبيبي الاكل اتعمل بدل الصنف 3 و4، ده غير الحلويات كمان. المهم طمني على نسمة بنتي، الدكتور قالك ايه؟ الحمد لله يا حماتي، الدكتور طمني وقال لي نسبة الحمل عالية جدا، وانها بقت انسانة طبيعية وهتخلف طبيعي زي اي ست. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا يرزقكم يا ابني بالذرية الصالحة ويدكم الصحة وطولة العمر، ويبارك لنا فيك يا ست الكل وفي امي يا رب. يلا انا هدخل اغير هدومي عشان ناكل كلنا مع بعض. ودخل ابراهيم على الاوضه وقال لي نسمه، بما ان العمليه نجحت يا نسمه وان انت في اي وقت ممكن تحملي، يبقى لازم تاخدي بالك من امك قوي وتراعيها وتعامليها كويس عشان عيالك يعملوا معاكي كده. اصل الدنيا دي كما تدين تدان. ما انا كويسه معاها يا ابراهيم، انا اصلا ما عملتلهاش اي حاجه. لا عملت يا نسمة، بس انا اتمنى ان انت تلحقي نفسك وتراعي امك كويس قوي، لان اهم حاجة في الدنيا دي هو رضا الام. انا مش ببقى مرتاح غير لما امي تبقى راضية عني. حاضر يا ابراهيم حاضر. وعدت الشهور وجه يوم عيد الام، وكلنا كنا متجمعين في اليوم ده. وندى قربت من امها وقالت لها كل سنة وانت طيبة يا ماما، انا جبتلك غسالة اطباق عشان ما تتعبيش نفسك يا حبيبتي وانت بتغسليهم، يا دوبك ترصيهم في الغسالة وخلاص. يا حبيبتي يا بنتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. ولقيت ندى بتبصلي قوي وقالت وانت بقى يا نسمة جبت ايه لمامتك؟ ونسمة اللي وقفت وفي ايديها شنطة كبيرة وقالت اتفضلي يا ماما، كل سنة وانتي طيبة. وانا اللي كنت خايفة منها جدا وقلت كتر خيرك يا بنتي وانتي طيبة يا حبيبتي. جبت لها ايه يا بنتي يا نسمة؟ ما تورينا كده الهدية بتاعت نسمة يا عايدة. وانا اول ما فتحت شنطة الهدية عيوني اتملت دموع وما كنتش عارفة ارد عليهم واقول ايه. وندى اللي قعدت تضحك جدا وقالت يعني انت جايبه لامك بامبرز هديه عيد الام؟ اصل بصراحه كده بقى انا عرفت من اللي بتعمله كل يوم والتاني، وانا هكون ام قريب قوي ومش هقدر اغير الفرش كل يوم. ايه قله الادب والاستهبال ده كله؟ ندى روحي على بيتك دلوقتي، وانت يا نسمه اطلعي على شقتك وليكي حساب تاني معايا بعدين. بس لما يرجع جوزك من بره تعالي يا عايدة، عايزة اتكلم انا وانتي شوية. ونسمة اللي طلعت على شقتها وكانت خايفة من جوزها جدا، وفي اخر الليل جوزها وصل من شغل وقعد يزعق معاها ويقول مش كفاية ان انتي ما شفتيش رباية، لا وكمان ما عندكيش اي رحمة. انت ازاي كده يا نسمة؟ ازاي كده؟ انا عمري في حياتي ما هأملك على امي ابدا لما تعيا او يحصل لها اي حاجة، انت ممكن ترميها في اي وقت. ونسمة اللي قعدت تعيط وقالت
بالراحة عليا بس يا ابراهيم، وانا والله هعملها كويس جدا. انتي مفيش فايدة فيكي ابدا، وانا بعد كده انا اللي هتصرف. دي امك يا شيخة، دي امك يا اللي ما عندكيش قلب. بصراحة كده بقى يا ابراهيم، انا مليش في القرف اللي بتعملهولي كل يوم والتاني. قوليلي بس، هي كان ليها مين في الدنيا غيرك انتي بتردلها الجميل اللي هي عملته معاكي؟ غوري من وشي غوري. ونسمة بدأت تحس بالغلط اللي عملته، وازاي جوزها هو اللي حنين عليا وهي لأ. ولقيت ابراهيم دخلي الأوضة وجاب لي أكل، وانا قلتله ملهوش لزوم يا ابني. ما تقوليش كده يا ماما، وبعدين ده بيتك اصلا يا ست الكل، ولو عوزتي اي حاجة انا تحت امرك في اي وقت. ونسمة بتحبك جدا واكيد هتتغير معاكي، انا عارفها كويس قوي. وانا اللي صعب عليا نفسي جدا وقعدت اعيط. وبعد شوية لقيت نسمة داخلة عليا الأوضة وقالت لي حقك عليا يا ماما، أنا أسفة، ما تزعليش مني يا حبيبتي. مفيش أسف يا بنتي، بس اعرفي إن ده كاس وداير، واللي عملته زمان في حماتي اتردلي من بنتي. وعدت الأيام والشهور ونسمة بنتي بقت حامل. وفي يوم نسمة كانت خارجة من الحمام وكانت تعبانة جدا، وانا قلت لها انا هتصل بابراهيم جوزك يا بنتي يجي ياخدك للدكتور ويكشف عليك ويطمنا. لا 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 يا ماما، ما تتصليش بيه يا بنتي، ابراهيم راجل كويس جدا ومحترم وما تخافيش منه قوي كده. وفعلا مسكت التليفون واتصلت بابراهيم، وابراهيم قال لي خير يا حماتي، في حاجة ولا ايه؟ ابدا يا ابني، اصل نسمة من الصبح تعبانة قوي، وكل دقيقة والتانية تجري على الحمام وترجع، ووشها مصفر قوي، ده حتى مش قادرة تاكل اي حاجة. طيب يا حماتي خليها تجهز وانا هجيب الدكتور وانا راجع. حاضر يا ابني، كتر الف خيرك. وفعلا نسمة بنتي لبست الإسدال وانا ساعدتها عشان تنام على السرير، وابراهيم دخل وفي ايده الدكتور. وبعد شوية وقت الدكتور كشف عليها وقال دي أعراض طبيعية جدا يا أستاذ، المدام حامل في أسبوعين. بجد يا دكتور؟ مراتي أنا حامل؟ وطبعا لازم لها الراحة التامة وتاكل أكل صحي عشان صحة الجنين وصحتها. ربنا يبارك فيك يا دكتور، شكرا يا ابني وكتر ألف خيرك. وفي الوقت ده نسمة بنتي حست بوجودي جنبها، واني ساعدتها في وسط ما هي كانت تعبانة ومحدش كان واقف جنبها غيري. ونسمة اللي قالت الحمد لله يا ابراهيم، ربنا رضانا وبقيت حامل خلاص. الحمد لله يا حبيبتي، مش انا قلتلك رضا الام بيفتح كل السكك المقفولة؟ ونسمة اللي قعدت تعيط وقالت انا طالبة منك يا ماما ان انت تسامحيني على اي حاجة عملتها معاكي. يا حبيبتي انت بنتي اللي عمري ما ازعل منها ابدا، وبكرة هتبقي ام وهتعرفي يعني ايه ضنا، وتسامحي ولادك على اي حاجة يعملوها معاكي. وعدت الايام والشهور ونسمة بنتي خلفت بنت زي القمر، وبقت تعاملني كويس جدا وبتبوس ايديا في الليل وفي النهار عشان ابقى راضية عليها. وكده حكايتنا انتهت، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا. واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات إيمي، والسلام عليكم ورحمة الله.